لاكوست في البداية كان مجرد قميص عليه تمساح، لكن القميص ده اتباع منه ملايين من النسخ وبقى رمز عالمي للموضة والرياضة. دي مش بس قصة نجم تنس، دي قصة اتحولت لعلامة تجارية، قصة لاكوست الراجل اللي حول قميصه لنكتة، ومن نكتة لإمبراطورية أزياء بمليارات الدولارات. ازاي بدأت الحكاية وازاي التمساح بقى ملك الموضة؟ اهلا بيك في قناه هاني ماني، ولو انت جديد في القناه فاحنا هنا بنقدم قصص حقيقيه عن الشركات وعالم البيزنس. اتولد ريني لاكوست 2 يوليو سنه 1904 في فرنسا، تحديدا في باريس، في بيت من بيوت الطبقه الراقيه لاب اسمه جان جولي وام اسمها مادلين لولي. وريني اتولد وفي بقه معلقه دهب. كان ممكن يعيش حياه مرفهه ويتدلع على الاخر، بس الترفيه مش هو اللي كان بيحركه. وهو عمره 15 سنة كان منبهر بلعبة التنس، كان زي أي هاوي بيلعبها في المصيف، لكن اتحولت معاه المهنة وحلم عايز يحققه. وهنا ظهر أول تحدي في حياته، أبوه جان جولي. وأبوه كان شايف إن التنس ما ينفعش يبقى شغل الابن، خصوصا إن رينيه ما كانش موهوب زي أساطير اللعبة وقتها. لكن رينيه قرر يثبت لأبوه إنه يستحق الفرصة اللي هيثبت فيها نفسه. وأبوه اتفق معاه وقال له هديك الفرصة بشرط تبقى بطل في التنس 5 سنين. ورينيه خد التحدي ده بجد ودخل في تدريب قاسي لمده 3 سنين. في سنه 1922 دخل اول بطوله في جراند سلام في ويمبلدون، بس الحلم ما ظبطش معاه واتغلب من اول دور، وخرج وهو مكتئب مش بس عشان الهزيمه لكن عشان ابوه اللي كان مستنيه انه ينجح. في السنه اللي بعدها سافر امريكا وشارك في بطوله ثانيه وقدر يوصل للدور الرابع، وبعد كده خسر قدام سيسي كامبل، بس المره دي خسر بصعوبه. ورينيه كان عنده اصرار وبيتقدم خطوه بخطوه، بس كان ببطء شديد. في سنه 1923 حصلت النقله، انضم لمنتخب فرنسا في كاس ديفيز جنب لعيبه كبار زي جان بوترا وجاك برونيون، والفريق ده كان قوي لدرجه ان الجمهور اطلق عليه الفرسان الاربعه. في سنه 1925 وصل نهائي ويمبلدون، لكنه خسر برضه قدام زميله في الفريق جون بورتر، بس الخساره دي بقى حركته، خلته يركز ويتدرب اكتر ويفتكر دايما وعده لابوه. وفي نفس السنه قدر يحقق اول لقب كبير في حياته في بطوله فرنسيه. ولما رجع تاني لويمبلدون في سنه 1926 واجه جان بورتر تاني، بس المره دي كسبه وبقى بطل ويمبلدون. واخيرا قدر يثبت لابوه انه موهوب وان التنس هيبقى مستقبله، ومن هنا بدا يبني المجد خطوه بخطوه. وفي سنه 1926 كان فريق فرنسا في كاس ديفيز يواجه امريكا في نهائي عالمي. المنتخب الامريكي كان مرعب وقتها، وده لان كان معاهم ساعتها نجم لا يقهر اسمه بيل ديلتون، والناس كلها كانت على اعصابها. رينيه هيواجه بيل في ماتش مصيري، والمفاجاه بتحصل، ريني لاكوست كسر كل التوقعات وكسب بيل. الصحفيين في امريكا ساعتها اتجنوا، وواحد فيهم كتب وقال الولد ده بيتحرك في الملعب زي التمساح، بطيء بس فريسته ما بتفلتش منه. ومن هنا اللقب اتولد التمساح. ورينيه ما اتضايقش، ده بالعكس حب الاسم لانه عبر عن عزيمته واصراره في الملعب. وفي نفس الوقت كان في رهان صغير ولطيف حصل، قائد الفريق وعده لو كسبت هيجي لك شنطه جلد على شكل تمساح. ورينيه كسب والشنطه جت فعلا. صديقه المصمم روبرت جورج سمع القصه وقام راسم له شعار صغير على شكل تمساح وطرزه على التيشيرت اللي بيلبسه رينيه في المباريات. والناس شافت التيشيرت وشافت التمساح وحبوا اللوجو بتاعه، وبدات الحكايه تاخد منحنى مختلف تماما. رينيه كان دايما بيلاحظ كل تفصيله في تجربته الرياضيه، ومن الحاجات اللي كانت مضايقاه بشده شكل اللبس. القمصان الرسميه للعبه كانت ضيقه ومش مريحه وما بتساعدش في اللعب، فقال ليه ما نعملش قميص مخصوص للرياضيين يكون مريح وعملي وشكله مختلف. ومن هنا جت فكره تيشيرت البولو الشهير، تيشيرت نص كم وخفيف ومريح وعليه لوجو التمساح. بس وقتها ما كانش عنده مصنع ولا علامه تجاريه، كل اللي كان عنده كانت فكره، لحد ما جه في سنه 1933 واتفق مع اندريا جريل صاحب اكبر مصنع للملابس في فرنسا. جلير اعجب بالفكره وبداوا انتاج التيشيرتات تحت اسم شركه قمصان لاكوست، ومن هنا اتولدت العلامه التجاريه رسميا، واللي ساعده في الانتشار دخول السوق الامريكي. بس البدايه في امريكا كانت باسم تاني. سنه 1950 كانت شركه لاكوست بتحاول تدخل السوق الامريكي، لكن واجهتهم عقبه، العلامه التجاريه ما كانتش متسجله هناك، وكمان ما كانوش فاهمين السوق كويس، فاضطروا يعملوا شراكه مع شركه امريكيه وقتها كان اسمها ايزود. ومن هنا اتولد اسم جديد على السوق الامريكي، ايزود لاكوست. والناس في امريكا حبوا القميص المختلف ده، بولو ونص كم ومريح وانيق وعليه تمساح. لكن مع الوقت حصلت حاجه غريبه، الناس بدات تقول على القميص ايزود بس ونسوا اسم لاكوست، لدرجه ان بعض الشباب كانوا بيفتكروا ان ايزود ده اسم التمساح، وده سبب مشكله لهويه العلامه التجاريه. لكن برغم اللخبطه النجاح كان كبير جدا. الشباب الامريكي في السبعينات والثمانينات كانوا بيشتروا القمصان دي كتير وبكل الوانها، واصبح قميص التمساح رمز للاناقه في الشارع الامريكي. مع نجاح لاكوست بدات الشركات الثانيه تحاول تقلده،
والدها. زي واحده من اشهر المحاولات كانت ماركه اسمها لي تايجر، وكان شعارها نمر بدل التمساح. حاولوا يقلدوا نفس الستايل ونفس الالوان ونفس شكل القميص، لكن لاكوست كانت خلاص اصبحت ايقونه. ورغم المنافسه لاكوست كانت بتكبر وبتنتشر اكتر، وسنه ورا سنه بقت ماركه عالميه. ورينيه اعتزل التنس سنه 1932، بس ما اعتزلش الابداع. وفي الستينات صمم مضرب تنس جديد من الصلب، كان خفيف وقوي وسابق عصره كتصميم. المضرب ده استخدمه نجم التنس جيمي كونروز وعدد من كبار اللعيبه. ورينيه كان دايما شايف ان الرياضه مش بس لعب، الرياضه فيها تصميم وتفكير، واهم حاجه يكون عندك شغف. وهو كان بيطبق ده في كل حاجه بيعملها. وفي سنه 1964 ابنه برنارد لاكوست استلم اداره الشركه. كان وقتها لاكوست بتبيع حوالي 300 الف قميص في السنه، لكن برنارد كان طموحه اكبر وبدا يتوسع في الانتاج. وبحلول التسعينات كانت الشركه بتبيع اكتر من 50 مليون قطعه سنويا في اكتر من 100 دوله. وفي 21 مارس 2006 توفى رينيه لاكوست وكان عمره 92 سنه، لكن التمساح اللي كان رسمه على صدره عايش اكتر منه. بعد وفاه رينيه لاكوست العلامه التجاريه كانت محتاجه تتنقل لمرحله جديده. الجيل الجديد كان مختلف، ما كانش بيدور بس على قميص تنس، كانوا بيدوروا على ستايل وعلى هويه وحاجه تعبر عنهم في الشغل وفي الشارع وفي الحياه اليوميه. وهنا قررت الشركه تتحول من ماركه رياضيه لبراند ازياء راقيه. وفعلا سنه 2000 تم تعيين كريستوف لامير كمدير ابداعي للعلامه، وبدا في تطوير التصميمات بشكل عصري اكتر. وحول لاكوست من مجرد شركه ملابس رياضيه الى ماركه عالميه فيها احذيه ونظارات وساعات ملابس داخليه وشنط جلديه وحتى العطور. وفي 2007 لاكوست اطلقت اول موقع تجاره الكترونيه موجهه لامريكا، وكانت خطوه ذكيه جدا في وقت العالم كله بيتحول للانترنت. وده ساعدهم ينتشروا اكتر وخلى منتجاتهم متاحه لاي حد في العالم بضغطه زرار. شركه لاكوست انشات مؤسسه رينيه لاكوست اللي كان هدفها دعم الاطفال في الرياضه والتعليم وتوفير بيئه صحيه وامنه ليهم. مش بس كده، الماركه كانت بتهتم بالاستدامه وبالبيئه، وبدات تنتج بعض خطوطها من مواد معاد تدويرها للحفاظ على الكوكب. والنهارده لاكوست بتعتبر من اهم الماركات الفاخره في العالم، وقيمه العلامه التجاريه تجاوزت مليارات الدولارات، وبقت موجوده في اكتر من 120 دوله حوالين العالم. وكل ده بدا من شاب كان بيحب التنس واصر على النجاح. ولو حابب تشوف فيديو تاني عن رياده الاعمال ممكن تشوف فيديو لمرسيدس بنز، او تشترك في القناه وتكتب لنا كومنت عايز الفيديو الجاي عن شركه ايه. وفي الحالتين شكرا جدا على المشاهده، ويا رب تكون استمتعت. سلام.